آدم عليه السلام. تعال بقى نركب آلة الزمن ونرجع للحظة اللي ربنا أعلن فيها عن أعظم مشروع في الكون، لحظة خلق سيدنا آدم. الإعلان المفاجئ، ربنا والملائكة. تخيل الملائكة وهم كائنات عايشة في تسبيح ونور وطاعة مطلقة، فجأة ربنا بيقول لهم إني جاعل في الأرض خليفة. الخوف من المجهول، الملائكة استغربوا، هم شافوا قبل كده الجن وهم بيسفكوا الدماء وبيظلموا في الأرض لأن الجن سكنوا الأرض قبلنا. فقالوا لربنا بمنتهى الأدب: يا رب، أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ الرد الحاسم من ربنا قال لهم جملة واحدة بس قفلت باب المناقشة تماما وفتحت باب الحكمة: إني أعلم ما لا تعلمون. ربنا كان عارف إن في البشر ده هيكون في الأنبياء والصالحين والناس اللي زيك اللي قلوبهم متعلقة بربنا، والناس برضو اللي مش متعلقين بربنا ولا متعلقين بطاعة الله. تكوين الخلطة اللي بدأ يتعمل منها سيدنا آدم من تراب الأرض. ربنا ما أمرش بخلق آدم من مادة واحدة، لا، ده بعث ملك يقبض قبضة من كل حتة في الأرض. عشان كده البشر دايما بتلاقيهم ألوان وأطباع، فيهم الأبيض وفيهم الأسود وفيهم الأحمر على حسب لون التربة، وفيهم السهل والصعب والطيب والخبيث على حسب طبيعة الأرض اللي اتخلقوا منها. التراب ده اتخلط بالمية فبقى طين، وبعدين بقى طين لزج اللي هو لازب، وبعدين سابوا فترة لحد ما بقى صلصال ناشف، ولما تخبط عليه كده بإيدك يطلع صوت. آدم جماد في الجنة قبل ما ربنا ينفخ فيه الروح. لقاء إبليس الأول، آدم فضل فترة طويلة جدا مجرد تمثال من طين واقف على باب الجنة. إبليس كان موجود في الوقت ده وكان عايش مع الملائكة عادي جدا رغم أنه جن من كتر عبادته، لكن لما شاف تمثال آدم قعد يلف حواليه باستغراب ويخبط عليه يسمع صوته. الحسد بدأ يحصل، إبليس دخل جوه تجويف تمثال سيدنا آدم وخرج من الناحية التانية وقال للملائكة ده كائن أجوف لا يتمالك ضعيف، ولئن سلطت عليه لأهلكنه. من هنا بدأت العداوة قبل ما آدم يفتح عينه حتى. لحظة الروح، الحياة بتدب في سيدنا آدم. جت اللحظة العظيمة، ربنا نفخ في سيدنا آدم من روحه. أول حاسة اشتغلت الروح بدأت تدخل من الرأس. أول ما وصلت للمناخير سيدنا آدم عطس. أول كلمة قالها الملائكة قالوا لآدم قل الحمد لله، فسيدنا آدم قال الحمد لله، فرد عليه ربنا سبحانه وتعالى يرحمك ربك يا آدم. السجدة اللي غيرت التاريخ. هنا جه الأمر الإلهي: اسجدوا لآدم. السجود ده كان تحية وتكريم مش عبادة. كل الملائكة سجدوا في لحظة واحدة، جبريل ميكائيل إسرافيل ومليارات الملائكة كلهم في الأرض. لمين؟ لسيدنا آدم. إبليس فضل واقف ما كانش عايز يسكت. أنا أحسن منه، أنا نار وهو طين. بدأ يخش الكبر عمى عينه، ومن هنا طرد من رحمة ربنا وقرر إنه يكرس حياته وحياته كلها تكون علشان يشدنا معاه لطريق النار. حتى جبر الخواطر في خلق آدم. عارف يا صاحبي ربنا وهو بيخلق آدم كان عارف إنه هيغلط وهياكل من الشجرة وعارف إنه هينزل الأرض يتعب، بس ربنا خلقنا علشان نتعلم ونرجع له تاني بمزاجنا، وحبنا حب مش زي الملائكة مبرمجين على الطاعة وبس. بعدين بدأ ربنا يخلق ستنا حواء من ضلع سيدنا آدم. آدم بعد ما سجدت ليه الملائكة وعاش في الجنة بدأ يحس بالوحدة. الجنة بجمالها وأنهارها وقصورها، لكن مفيش حد من جنسه يكلمه ويحكي معاه. وآدم نايم، ربنا خلق ستنا حواء من ضلوع سيدنا آدم اللي هو يسمى الضلع الأعوج اللي بيحمي القلب. ليه من ضلعه؟ عشان تكون قريبة من قلبه، وعشان يحس إنها حتة منه فيحميها، وهي تحس إنه أصلها فتسكن إليه. المفاجأة إن سيدنا آدم صحي من النوم لقي واحدة ست قاعدة جنبه في منتهى الجمال. سألها أنت مين؟ قالت له امرأة. قال لها ليه اتخلقتي؟ قالت له لتسكن إلي. الملائكة حبوا يختبروا علم سيدنا آدم تاني، سألوه اسمها إيه دي آدم؟ قال لهم دي حواء. قالوا له ليه؟ لأنها خلقت من شيء حي. القانون الوحيد في الجنة
ربنا سكن آدم وحواء في الجنة وقال لهم كلوا من كل حتة وتمتعوا زي ما انتوا عايزين، بس الشجرة اللي هناك دي محدش يلمسها نهائي ولا يجي ناحيتها ولا ياكل منها. الشجرة دي ما كانتش عشان ربنا مانع عنهم خير، لا، دي كانت اختبار لقوة الإرادة. ربنا ساب لهم ملايين الأشجار ومنع واحدة بس. عشان كده بدأت خطة إبليس الخبيثة. إبليس كان شايط من الغيرة وعايز يثبت لربنا إن آدم ده ضعيف، بس إبليس كان ذكي، ما دخلش لآدم قال له اعصي ربنا، لا، ده دخل من باب النصيحة والمصلحة. قعد يوسوس له ويقول له انتوا عارفين ربنا منعكم من الشجرة دي ليه؟ قالوا له ليه؟ قال لهم عشان لو كلتوا منها هتبقوا ملايكة وهتعيشوا للأبد خالدين ومش هتموتوا خالص. وقعد يحلف لهم بالله انه ناصح امين وعايز مصلحتهم. سيدنا آدم وحواء لأنهم أنقياء ما كانوش يتخيلوا ان في حد أصلا ممكن يحلف بالله كذب. لحظة الضعف والسقوط تحت ضغط الإغراء والفضول نسوا التحذير اللي ربنا حذرهم ومدوا ايديهم واكلوا من الشجرة. الصدمة اول ما اكلوا الستر اللي كان عليهم لباس الجنة وقع، حسوا بالعري وبدأوا يجروا في الجنة بلهفة يقطعوا ورق الشجر، ورق التين، عشان يداروا نفسهم. النداء الإلهي ربنا ناداهم بعتاب بيوجع القلب: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ مش أنا قلت لكم بلاش دي؟ الفرق بين غلطة آدم وغلطة إبليس. هنا بقى تظهر عظمة آدم. إبليس لما غلط تكبر وعاند وقال له أنا أحسن منه. سيدنا آدم لما غلط انكسر واعترف وبكى وقال الجملة اللي بنقولها لحد النهاردة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا قبل التوبة بتاعت سيدنا آدم وعلمه الكلمات اللي ممكن يغفر له بيها، بس كان لازم القانون يتنفذ ولازم كل شيء وليه عقاب. بدأ وقت الشغل في الأرض، الهبوط إلى الأرض. ربنا نزل سيدنا آدم وحواء وإبليس للأرض. آدم وحواء نزلوا في مكانين مختلفين. في روايات بتقول في الهند ومكة، وقعدوا يدوروا على بعض لحد ما اتقابلوا عند جبل عرفات. عشان كده اتسمى عرفات، لأنهم اتعرفوا على بعض فيه. وطبعا دي قصص يعني احنا مش متأكدين منها، ولكن من بعض لما انا كنت بقرأ وحاول اسرد هذه القصة، يعني القصة دي جت قدامي، فانا برضو قلت اقولها، لكن انا مش متأكد منها، الله ورسوله اعلم. ابليس نزل عشان يبدأ مهمته في الوسوسة. ربنا قال لآدم: يا آدم انزل الارض، اتعب فيها وازرع واشقى، واللي هيتبع هدايا من ولادك هيرجع للجنة تاني. ربنا اللي قال لآدم كده: يا آدم انزل الأرض، اتعب فيها وازرع واشقى، واللي هيتبع هدايا من ولادك هيرجع للجنة تاني. عارف يا صاحبي ايه أول خناقة حصلت على الأرض؟ الخناقة اللي بدأت بين ولاد سيدنا آدم، قابيل وهابيل. الكلام ده كان بسبب بنت. آدم وحواء نزلوا الأرض وبدأوا حياة الجد بقى، مفيش أكل بيجي لك لحد عندك، لازم تتعب وتزرع وتشقى. وبدأت الأسرة تكبر، وحواء بدأت تخلف، وفي كل بطن كانت بتجيب توأم، ولد وبنت. تعال بقى نشوف أول جريمة حصلت في تاريخ البشرية وإزاي الشيطان دخل بين الإخوات. نظام الجواز الأول. عشان البشرية تتكاثر ربنا شرع لآدم نظام معين: الولد من البطن الأولى يتجوز البنت من البطن التانية، والعكس. هابيل كان راجل طيب شغال راعي غنم، قلبه كان صافي وبيحب ربنا. قابيل كان مزارع بس كان طبعه حاد وعنده غيرة وحب تملك. الشرارة ان في بنت حصلت وبدأ يحصل غيرة. هابيل كان عايز يتجوز توأمته اللي هي أخته اللي جاية معاه في نفس البطن بتاعه، البنت اللي مولودة معاه في نفس الوقت، لأنها كانت أجمل من البنت اللي المفروض يتجوزها من بطن هابيل. آدم قال له ما ينفعش، دي شريعة ربنا، بس قابيل صمم وعاند. آدم حب يحل المشكلة بالعدل، فقال لهم كل واحد فيكم يقدم قربان لربنا، واللي ربنا يتقبل منه هو اللي كلامه يمشي. القربان اللي هو الامتحان. هابيل راح جاب أحسن كبش اللي هو خروف. هابيل استخسر وراح جاب أي حاجة وقدمهم وهو متضرر. النتيجة زمان كانت علامة القبول إن نار تنزل من السماء تاخد القربان. نزلت النار خدت كبش هابيل، وبعد كده بدأ قابيل يقول لهابيل لأقتلنك، وده يعتبر أول تهديد على الأرض. قابيل نار الغيرة حرقت قلبه، بدل ما يراجع نفسه ويقول أنا قصرت، راح لأخوه وقال له لأقتلنك. رد هابيل الراقي:
هابيل رد بمنتهى الهدوء: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال له كلمة عظيمة: لو أنت مديت إيدك عشان تقتلني أنا مش هقتلك، لأني أخاف الله رب العالمين، لأن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك. لحظة الجريمة وهي الندم على اللي فات أوانه. في يوم وهابيل نايم في الخلاء، الشيطان وسوس لقابيل إن دي الفرصة علشان يعرف يقتل هابيل. هابيل جاب حجر كبير وضربه على راس أخوه وهو نايم ومات هابيل. هابيل وقف قدام الجثة ومذهول، ده أول مرة إنسان يموت، ما كانش حد عارف اللي بيموت بيحصل معاه إيه ولا يعمل إيه في الجثة. فضل شايله على ظهره وماشي بيه في الجبل وهو تايه وخايف. الغراب المعلم اللي هو يعتبر أول معلم في الأرض، ربنا بعت له غرابين بيتخانقوا قدام قابيل، واحد قتل التاني، وبعدين الغراب اللي عايش بدأ يحفر في الأرض برجله ويدفن الغراب الميت. قابيل انهار وعيط وقال: يا ويلي، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. يعني أنا بقيت أجهل وأضعف من غراب. ودفن أخوه وبقى من النادمين. في بقى حتة تأمل في القصة. هابيل خسر كل حاجة، خسر أخوه وخسر أبوه آدم وخسر دينه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أي جريمة قتل بتحصل في الدنيا لحد يوم القيامة هابيل بياخد جزء من وزرها، لأنه هو أول واحد سن القتل وعلم الناس إزاي يقتلوا بعض. تخيل بقى آدم اللي كان لسه حزين على خروجه من الجنة يشوف ابنه مقتول وابنه التاني قاتل وهربان. بعد الصدمة الكبيرة اللي هو قتل هابيل، الصدمة ديت طبعا اتصدمها سيدنا آدم، ربنا ما سابهوش لوجعه، ربنا رزقه بابن ثالث سماه شيث. شيث هبة الله. كلمة شيث بالعبرية معناها هبة الله أو بديل، لأن آدم اعتبره العوض من ربنا عن هابيل اللي ضاع. شيث ده كان طالع لآدم جدا، هادي حكيم وعنده تقوى، وآدم حب كبير جدا وعلمه كل الأسرار والعلوم اللي ربنا علمها له. الأسماء كلها علمها لابنه شيث. انقسمت البشرية أول شلة وأول خناقة. هنا بدأت البشرية تتقسم لفرقتين، وده مشهد مهم جدا عشان تفهم ازاي العالم بقى فيه خير وبقى فيه شر. فرقة شيث اللي هم دول اللي عاشوا في الجبال ملتزمين بالحق وبكلام سيدنا آدم وبيعبدوا ربنا بصفاء. فرقة قابيل دول نزلوا السهول والأراضي الواطية وعاشوا حياة كلها لهو، وبدأت تظهر عندهم أول بوادر الانحراف. وفات سيدنا آدم المواجهة مع ملك الموت لما قرب أجل سيدنا آدم وكان عمره حوالي 1000 سنة. جاله ملك الموت، آدم كان فاكر إن لسه ليه 60 سنة في عمره، فقال لملك الموت: أنا لسه فاضل لي 60 سنة. القصة الجميلة إن آدم كان وهب 60 سنة دول لسيدنا داود لما شاف ذريته وهم أرواح، بس لما ملك الموت جاله نسي، عشان كان النبي بيقول: فنسي آدم فنسيت ذريته. في النهاية آدم استسلم لأمر الله، ونزلت الملائكة ومعها كفن من الجنة وحفروا له قبره وصلى عليه ابنه شيث، والملائكة وراهم ودفنوه. وصية سيدنا آدم الأخيرة قبل ما يموت آدم نادى شيث وقال له: يا بني، الدنيا دي دار ممر والجنة هي دار المقر، خليك ورا الحق دايما، وعلم ولادك انهم ما يسمعوش كلام ابليس. واعطاه الوصية العلمية والدينية اللي ربنا نزلها. شيث النبي الثاني، العلماء بيقولوا ان شيث كان نبي ونزل عليه 50 صحيفة من عند ربنا، اول صحف تنزل بعد آدم. فضل شيث يحكم البشرية بالعدل ويمنعهم من انهم يختلطوا بجماعة قابيل عشان الفتنة ما تبدأش. حتى شيث هو اللي بنى الكعبة لأول مرة أو جدد بنائها بعد سيدنا آدم بالحجارة والطين، وفضل يعمر الأرض لحد ما مات وهو عنده 912 سنة، وسلم الراية للي بعده. عارفين مين جه بعد فترة شيث؟ خلينا نسمع القصة اللي جاية. واللي أنا قلته ده اللي أنا حاولت إن أنا أستفسر عنه من كام مصدر وكام كتاب وكام حاجة، ويا رب لو كان في خطأ ربنا يسامحني عليه، ولو كان كلامي صواب ربنا يجازيني عليه خير. ولو عجبتكم القصة ممكن تشيروا علشان غيركم يسمعها، ولو شفت دعم هنقول كل يوم موضوع وكل يوم قصة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.